السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حنان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا من الفيديو هي الشباكيه اللي ضروريه في المائده الرمضانيه، وبما ان رمضان على الابواب فضروري كنحضروها في هذه الوقيته. غادي نحضرها معكم في هذا الفيديو بكل اسرارها. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. انا هنا عندي مقدار ديال 2 كيلو، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف القياس ديال كيلو. عندي 2 كيلو ديال الدقيق، عندي واحد نص كاس مزهر، نص كاس ديال الخل، واحد نص كاس ديال الماء، درت فيه واحد شويه ديال زعفران شعره، عندي 2 كيسان ديال الجنجلان محمر، واحد الكاس ديال اللوز بالقشره ديالو خضر ما حمرتوش، و2 كيسان ديال الزيت. عندي واحد 450 غرام ديال الزبده ديال العبار تكون نوعيه ممتازه، وعندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، عندي 2 معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 صفار ديال البيض، وعندي واحد راس ديال معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، واحد شويه ديال الملحه والكوزه. اول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده. غادي نديرها الذوب، ممكن ديروا الزبده ديال التوريق حتى هي كتجي مزيانه. غادي ناخذ الجنجلان واللوز غادي نطحنهم، ممكن تخلطهم ممكن تطحنوا كل حاجه بوحدها. كنطحنوهم مزيان حتى كيوليو بحال العجينه باش ما كيقطعناش العجينه. هنا غربلت الدقيق، ضفت عليه هاد الجنجلان واللوز اللي طحنتهم، القرفه مطحونه، نافع حبه حلاوه حتى هما مطحونين، هذيك القريصه ديال الملحه، وغادي نحك واحد شويه ديال الكوزه ما غاديش نكثروا منها. هاد الشباكيه كتجي مقومه ومعلكه لذيذه بنينه بزاف. غير هي نلتزموا بالمقادير باش كيجيو مقادير مضبوطين باش كتصدق لنا الشباكيه. صافي كنخلط هكا الخليط باش كيندمجوا مع بعضياتهم، وباش حتى الجنجلان واللوز ما يبقى لناش حبيبات. غادي نضيف هاد الساشي ديال الخميره حتى هو، وغادي نخلط مزيان هذاك الدقيق باش تدخل مع المكونات، ومن بعد غادي نضيف كاع السوائل اللي عندنا اللي بقاو. في هذه المرحله تضيفوا الزبده وتضيفوا الزيت وتخلطوا مزيان. ندخلوا مزيان هذيك الزبده مع الزيت في الدقيق، وكنخليوها كتبات ليله كامله حتى الغدا. كنضيفوا باقي المكونات. انا هنا ضفت خدمتها في نهارها، ما خليتهاش تبات. كما كتشوفوا ضفت كاع السوائل اللي بقى لي، البيض، الخل، الزيت، المزهر وزعفران الشعره. وغادي نضيف حتى الخميره الفوريه، غادي نديرها في واحد نص كاس ماء دافي باش كتذوب، وكنضيفها حتى هي هانتوما كما كتشوفوا هنا. صافي وكنبدا نجمع في العجينه. هنا العجينه اصلا راه فيها السوائل بزاف، يعني ما كنحتاجوش الماء بزاف. بالنسبه للماء درتو عادي من روبيني، ما دفيتو ما والو. غادي نبقى نضيف شويه بشويه. كما قلت لكم بالنسبه للماء كيبقى على درجه على حساب درجه الامتصاص ديال الدقيق، لان كان الدقيق اللي دغيا كيشرب السوائل، فداكشي كنبقى عيننا ميزاننا كنضيفو شويه بشويه ما كنكثروش. والعجينه ديال الشباكيه معروفه كتكون ماشي قاصحه وماشي مطلوقه بزاف، كتكون جايه بين وبين كما غادي تشوفوا معايا هنا. بالنسبه للعجينه ما كندلكوهاش كما شفتوا، كنجمعها غير بهذه الطريقه، ما كتحتاجش الدلك لان مازال غادي نورقوها. كما شفتوا هكا القوام ديال العجينه كتكون ماشي قاصحه وماشي رطبه. غادي ناخذها. انا قسمت العجينه على 2، خديت هذا النص الاول حتى هو قسمته على قسمته هكا طروفه، وغادي كنديرهم متساويين. غادي ناخذ ضروري بلاستيك، لان ضروري العجينه نحتفظوا فيها بواحد البلاستيكه ما نخليوهاش الهواء باش ما تنشفش. وغادي ناخذ غير طريف، غادي نطلقوا بالدلاك وغادي نطويه كما غادي تشوفوا في الفيديو. فهذا هو السر اللي كيعطينا باش كتجينا الشباكيه مجعبه كتجي، لان كنورقوها. كنيتو على 2، رجعتو البلاستيكه ضروري ما نخليوهاش للهواء، واستمريت هكا حتى كملت هذوك اللي عندي. يعني هكا كنديروهم كاملين وكنغطيهم بلاستيكه. دابا غادي ناخذ واحد طريف من هذوك اللي طويناهم، وغادي نرجع نسرحو بالدلاك باش غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نقسمو باش كتجينا الخدمه ديال الشباكيه سهله ومنظمه في نفس الوقت. هكا كنربحوا الوقت
وما كتعيناش لان كنعرفوا الشباكيه كتاخذنا الوقت بزاف. فبهاد الطرق اللي نديرو كنقصوا على راسنا بزاف وما كتعيناش في نفس الوقت. كما شفتوا خديت هذاك الطرف الاول، غادي نطلقوا شويه بالدلاك وغادي ناخذ غادي نقسموه حتى هو على 4 بهذه الطريقه. كما كتشوفوا اي طريف قسمناه غادي نحتفظوا به في بلاستيكه ضروري. وغادي ناخذ واحد الطريف من هادوك غادي نطلقوا شويه بالدلاك. انا هنا عندي الماكينه ديالها، الا ما كانتش عندكم راه غير بالدلاك تقدروا تسرحوها. 6 هي اللي عندي كتخرج لي شباكيه رقيقه بهذا الشكل، وممكن كما قلت لكم تسرحوها بالدلاك. كما شفتوا العجينه ما كتلصق ما والو، فاذا كانت كتلصق لكم ملي كتطلقوها بالدلاك ممكن تستعنوا بشويه ديال الدقيق ما تكثروش. هنا هاد الشبيكه راه درتها معكم في الفيديو اللي راني حاطه فيديو في القناه، ولكن معليش غادي نعاود لكم. هنا كما شفتوا درت 4 ديال الشروطه وفي الخامسه قطعت وهنا كندير وحده على وحده وكيبقى واحد طريف هو اللي كنقرصو. المهم غادي نعاود معكم التشبيكه عن قرب باش تشوفوا كيفاش كتجي. هاد التشبيكه كتجي سهله وزوينه حتى في المنظر. كما كتشوفوا هنا غادي نعاودها معكم عن قرب باش تشوفوا. كندير جوج على جوج، كيبقى واحد كنرجعوا اللور وكنقرصوا مزيان، من بعد كنقلب وكنحصلوا على هذا الشكل كما هكا. هي سهله غير وكما قلت لكم باش تكون الخدمه منظمه كنحطوا حدانا واحد لاطا ولا بلاطو. كل ما شبكنا كنحطوها في حدا بعضياتهم بداك الشكل مائل كما كتشوفوا. هنا بالنسبه للشباكيه كل ما كان نديروها وكان يعني عام على عام كنزيدوا نكتشفوا اسرار، لان هي كل عام كتكتشفي اسرار وكتكتشفي الطرق اللي كيساعدوك انك تخدميها بسهوله وانها تجي لا في المذاق ولا في المنظر. هاد الشيء كيجي بالممارسه. فكما كتشوفوا من بعد ما كملت شباكيه كامله استفتها على هذا الشكل كنخليوها حتى كتنشف مزيان. ممكن تبات ليله كامله ماشي مشكل، عاد نقليوها. كما قلت لكم انا خدمتها في نهارها، يعني خليتها غير واحد الساعه نشفت ومن بعد بديت كنقلي. هنا انا قليت في الكوكوط لان عندي هو احسن حاجه كنقلي فيها لانه ثقيل وشباكيه كتحمر على خاطرها وكتجي كلها بلون موحد، ماشي بحال الا كانت عندنا شي مقله خفيفه وحده كتحمر وحده كتبقى. هذا الكوكوط اللي كيجيبهم كاملين لون واحد. كما شفتوا هنا بدات درتها في الزيت من بعد ما سخنات وما كنقلبهاش، كنخليها حتى كتبدا تشد في راسها صافي. من بعد اللي بانت لي حمارت كنقلبها وحده بوحده وغير بشويه لان القليان هنا كيبغي الخاطر، فضروري نقلبوها وحده بوحده. وبالنسبه للعافيه ضروري تكون متوسطه، ما كنجهدوش عليها باش ما تحمرش دغيا وتبقى لنا لداخل ما طايباش. فداك الشيء علاش انا كنديرها في الكوكوط، كيجيني هو احسن حاجه للطياب ديال الشباكيه. بالنسبه هنا الا خافت السيده انها تهرس لها الشباكيه فممكن تقلبها غير بواحد العود هكا كتضمن انها ما كتهرس لهاش. انا هنا موالفه كنقليها. فغادي من بعد ما تحمرت غادي نصفيها وغادي نديرها مباشره في العسل. العسل كتكون بارده ما كنسخنهاش بطبيعه الحال لان الشباكيه باقا سخونه، فكنديروها مباشره في العسل باش كتشرب. العسل هنا انا كنديرو كنقسمو على جوج ديال الطنجرات. فمثلا هاد المره الاولى اللي قليت كنديرها في طنجره، والمره الثانيه اللي كنقلي كنديرها في الطنجره الاخرى باش حتى العسل هكا ما كيسخنش بزاف. هنا كما كتشوفوا كنخليها واحد المده على ما كتشرب العسل مزيان، وكنصفيها في الكسكاس ولا في شي حاجه اللي ما كنخليهاش تكتر بزاف، غير شويه من بعد كنستفها. كنبدا نرش عليها جنجلان محمر. ممكن هنا تسخنوا الجنجلان قبل
باش تسخنوه، باش مع السخونيه كي يلتصق دغيا على الشباكيه. كتبقى غير مجرد فكره صافي، وكنخليها تبرد مزيان على خاطرها حتى باش عاد من بعد نستفها في البواطات اللي غادي نحتفظ بها. من بعد ما بردت المده الكافيه غادي نستفها في هاد البواطات اللي غادي نحتفظ بها. انا غادي نحتفظ بها غير على برا ماشي في المجمد. فدرت كل بواطه المده اللي غادي تكفيني. هكا ملي كنبغي كناخذ غير وحده حتى كنساليها، ومن بعد عاد كندوز للبواطات الاخرين. هذه هي الشباكيه اللي حضرت معكم اليوم. كتجي زوينه على في الشكل ولا وبنينه في المذاق معلكه، ما كتهرش. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. انا غادي نضرب لكم موعد الى الفيديو القادم. كنقول لكم السلام عليكم.